واصحابي، هيثم الجرحي يحييكم. وان شاء الله هنتكلم النهارده عن موضوع الحب. يعني ايه الحب؟ يعني هنقول الشعار بتاعنا الاول: لو بتحبها اتقدم لاهلها، مش عايز اهلها يبقى بلاش منها. كلامي واضح، واظن الفيديو كده بان انا هتكلم عن ايه. انا هتكلم عن الشباب اللي بتحب تكلم البنات في التليفونات وتمشي معاهم بالبلدي كده، وبعد كده يقول لها امك في العش ولا طارت. انا اسف في الالفاظ، بس هو ده اللي بيحصل. في بداية الكلام احب اقول لكم بس ان انا بتكلم كلام من القلب، يعني ولا مجهز حاجة في كشكول ولا كاتب كلام. كل الحكاية ان انا قاعد بدردش معاكم في مواضيع بس، لكن مواضيع عامة، مواضيع تخص كل الناس، وبندردش مع بعض في اي حاجة تخص الامور اللي احنا يعني امور الحياة اللي احنا فيها يعني. لكن مش مجهز حاجة يعني، تمام؟ فاي كلام هيطلع مني يا ريت ما حدش يزعل من الكلام، بس هو ده الحقيقة، هي دي الحقيقة. بيكلمك في التليفون ما بيحبكش، لو بيحبك يتقدم لك، لو بيحبك يدخل رسمي، لو بيحبك يخاف عليكي، لو بيحبك يتمنى تكوني مراته. هتقولي لي لا بيكلمني في التليفون عشان اعرف شخصيته ويعرف شخصيتي، وانتوا مخطوبين، وانتوا مخطوبين يا بابا. عملوا الخطوبة دي ليه؟ عشان نتعرف على بعض، عشان نعرف شخصية بعض، عشان نقرب من بعض، بس نقرب بالصح، بعلم الناس، بعلم اهلك، بعلم اهله. مش هكلمه في التليفون ويسجل لي مكالمه ويهددني بيها بعد كده لو اتجوزت واحد غيره. تتكلمي في التليفون معاه ليه؟ لازم يكون خطيبك، هو حبيبك ماشي، بس مفيش حاجه تمنعه ان هو يتقدم لك ويخطبك، مفيش حواجز. انت بتحبيه؟ اه. هو بيحبك؟ اه. قولي له كده انا عايزك تيجي تخطبني. هيضحك. والله جربي كده وقولي له تعالى اخطبني، هيضحك. بتهزري؟ هو انا طول؟ يا ريت. كلام اللي هو الجمال. لا لا انا بتكلم بجد، تعالى رسمي بجد، انا عايزك تيجي تخطبني. اصل التيت والشريط والذهب والدنيا والشغل ومفيش ومش اهلك مش هيرضوا عليك دي كلام من ده. لكن قسما بالله لو بيحبك لا يتقدم لاهلك، لو بيحبك لا يتقدم لاهلك، مش هيفرق عنده اي كلام. عشان كده انا قلت لو بتحبها تقدم لاهلها، مش عايز اهلها يبقى بلاش منها، وسيب اللي احسن منك بقى، هو ده اللي هيقدر حبها. بلاش تعشمها، بلاش تلعب بيها، بلاش تكلمها بالتليفون كتير وتقول لها بحبك وكلام كتير من اللي احنا عارفينه، وفي الاخر هي تتخطف في واحد تاني، لواحد تاني. انا اسف. انت بتحبها خلاص، حافظ عليها بقى.